السلام عليكم، شلونكم بنات؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وأنتم تشوفون فيديو اليوم. بنات، اليوم عندنا موديل الروب. القماش قديفة كريستال. طريقة فصال الروب وطريقة خياطته راح أشوفكم إياها. بنات، كلكم تعرفون القديفة تكون بيها جهة ناعمة وجهة خشنة، فلازم احنا نخلي الفروة مالت القديفة تكون باتجاه واحد. بالبداية نطبق القماش طبقتين. إذا مترين ونص يصير، مو ما يصير، بس ما تصير القديفة، لأن راح يصير فروة عكس فروة، يعني اتجاه الفروة واحدة عكس الثانية. فأني أفضل تجيبين، إذا كنتي قصيرة تجيبين 3 مترات، وإذا طويلة 3 ونص. نطبقها بهذا الشكل. نجي على الطبقة نقيس طبعا فصال القديفة، وخياطها جدا جدا متعب. هنا راح ناخذ 4 شبارة وشف. المهم اللي الباقي من القماش يكفي الردان. هاي شوفوا بنات، أنا دا أقيس هسه من الحاشية الأولى للحاشية الثانية. شلون راح أطبقها وأطلع الروب بحيث يكون السحبة مالت القماش تصير بالجانب، ما تصير بالطول، لأن إذا صارت بالطول السحبة مال القماش راح يبوط عندك. هسه هنا طبقته طبقتين، ما جاي يبين بالتصوير، راح أقلبه أخليه على القفة مالته حتى يبين. هسه هنا بنات أخذت 4 شبارة وشف، والزيادة طبقتها عليها بالطول وقصيتها. هنا راح يكون الفصال مالتنا، الحاشية تصير من الجوانب، والقماش اللي هنا راح تطلع عدة جهة مطبوقة وجهة مفتوحة من الأعلى، يعني مو مثل طبقة القماش تكون الحاشية فوق وحاشية لي جوا. هنا بنات فصلت القماش باع، هنا دا أتأكد من الفروة، فلازم أفرها. فصلتها ولازم أفر الفروة حتى يكونن اثنينهن باتجاه واحد. شوفوا بهذا الشكل، لازم تتأكدون بنات، لأن راح يطلع عندكم طوخ وفاتح. هنا راح أطبقها بالطول. هاي جهة الظهر، ناخذ القياسات المطلوبة ونفصل مثل الدشداشة العدلة. تمام حبايبي؟ هنا أخذنا القياسات اللي إحنا نحتاجها للزبونة، يعني ماكو قياس ثابت، القياسات اللي نحتاجها للزبونة. هنا أنا ساويت القماش وأجي أفصل بهذا الشكل. طبعا بنات شوية مو على ايدي القصة. هنا بهذا الشكل قصينا جهة الظهر، فصال العدل، ما يصير كلوش هذا الفصال، يعني الروب ما يصير كلوش، لازم يكون عدل. هسه انتهينا من الظهر. بعدها بنات نجيب جهة الأمام ونصفطها مثل ما صفطنا الظهر. هسه هنا بنات خليت جهة الأمام، خذت الظهر كباترون، وطيت زيادة جهة الأمام من أجل المسطرة، يعني حتى ناخذ المسطرة لازم نطي شوية زيادة الجهة الأمام. نسوي ميلان بسيط، وهذا هنا كمل عندنا الروب. طبعا راح نفصلها من الوسط أكيد 100% حتى يطلع عندنا جهات الروب. حبايبي نفصل جهة الأمام من الوسط، لازم نفصلها. هسه نرتبها عدل. مثل ما قلت لكم القديفة كلش متعبة ومزعجة بالفصال. نجي ناخذ 10 سنتيم أو 12 سنتيم بهذا الشكل، ما دا يبين التأشير، ونقيس شبرين وتقريبا 4 أصابع، شبرين و4 أصابع. هذه هنا الطبقة مالتنا بهذا الشكل.
نقص على شكل مثلث. هنا شوفوا حبايبي بهذا الشكل انقصها. بهذا الشكل تمام. هاي حتى نصير عندنا مسطرة. ايش قد النزال مال هاي القصة؟ تقريبا 48 سنتيم الى 50 سنتيم هم يصير، ماكو مشكلة. هنا شوفوا حبايبي هاي القصة مالتها نقصها للأخير. ويكمل عندنا الفصال. هسه عندنا كملنا الفصال مالت الروب. هسه نجي نقص الياخة. الياخة مالت الروب لازم تكون عريضة. تقريبا أنا هنا أخذ الشبر بس بعدين صفيتها تقريبا 18 إلى 16 سنتيم عالطبقة. هنا حبايبي ناخذ 3 شبارة 60 سنتيم ونطبقها 4 طبقات ونقص الزيادة. تمام. هنا أخذت شبر لأن بنات تعرفون لازم شوية يترتب القديفة، ما تجي عدلة متعبة، فطيتها زيادة أفضل ما أعطي نقصان وأظل حايرة بيها. هنا شوفوا حبايب قلبي بهذا الشكل نقصها 60 سنتيم أخذنا، طبقناها 4 طبقات بهذا الشكل بنات. وهسه نفصل الياخة، راح يصير بها خياطين. هنا نبدي نقص وبعدين نقوس إلى نهاية الياخة بهذا الشكل. شوفوا بنات بهذا الشكل تكون ياخة الروب. هذه هنا طبعا شوية هنا أنا ما قدرت أصفطها لأن ما بيها لاصق، منين ما أجيبها ما تتصفط. المهم بنات هسه نفصلها من الوسط الياخة بهذا الشكل، نفصلها من الوسط. الردان نطلعها من هاي الزيادة اللي انتم شفتوها اللي قصيناها. هسه بعد ما كوينا الياخة لاصق، أنا كويتهن اثنينهن حتى تكون الياخة قوية. كويتهن اثنينهن أرجع أخذ القياسات اللي أنا محتاجتها، يعني أضبط القياسات، أشيل القماش الزايد، أشيل القماش يعني القصة مثلا المو عدلة، فأرتب الياخة. هذا ضروري جدا. شوفوا حبايبي وأبدي أقص. هاي طبعا قصيت جهة واحدة، هنا أنا قصيت الجهة الثانية وأرتب. شوفوا بنات هنا أرتب الياخة. شوفوا حبايبي راح تصفى عندي تقريبا 16 أو 17 سنتي. أرتبها عدل. باعوا بنات الطرف مالتها أخليه يعني ما أعطي زيادة هواي، أصبع واحد. بعدها هنا راح نجيب شريط التغليف. طبعا وانا خيط طفت الكهرباء، ردت أكوي الشريط حتى أفتح الكسرة مالته بس طفت الكهرباء. هنا ناخذ شريط التغليف ونخيطه على الجهة المقوسة من الياخة. راح أعوف هاي المسافة مال الشريط حتى إذا أحتاج أقوس بعد، وأبدي أخيط. أفتح الكفة مال شريط التغليف، أفتحها من الجهتين. وإذا تستخدمون الأوتي تفتحون هذا الكفات الاثنين بالأوتي تصير أسهل. هنا أنا قلت لكم من بديت أشتغل طفت الكهرباء فما قدرت أكويها. هنا شوفوا حبايبي شريط التغليف نفتح الكفة مالته ونخيطه على الطرف تقويسه مال الياخة بهذا الشكل. هذا حتى يعطي جمالية يعني للطرف مال الياخة. اللي تريد تحط دانتيل عادي براحته، تقدر تحط دانتيل على الجهة المقوسة مو الجهة العدلة، على الجهة المقوسة. هذه شوفوا
فاللي حابة تخلي دانتيل قبل لا تخيط الجهة الثانية مالت الياخة عادي ماكو مشكلة، واللي حابة تخلي دانتيل بعد ما تخيطها همينها ماكو أي مشكلة. هسه نجيب الجهة الثانية ونخيطها على الخياط الأولي اللي خيطناه حتى يبين شريط التغليف يكون مثل الإطار أو الوشاح يعني للياخة بهذا الشكل. بقى حبايبي بقى شلون صار بهذا الشكل، هو مبين لأن هذا أسود، إن شاء الله بالتصوير من يكمل يبين. بعدها حبايب قلبي عفت هاي المسافة لأن أنا بعدني ما محددة الطول مال الياخة ويا قصة الروب، فعفت مسافة من الجهتين حتى أقدر أشتغلها براحتي. أخيطها هنا، أخيطها أسحب القماش وأخيط على الطرف، حتى مو الطرف كلش لا، فد أصبع وتخيطين حتى يكون شكله حلو. هذه هنا بنات بعد ما كملتها كلها وخيطتها داير ما داير، تشوفون هاي الحافة الأسود راح تعطي جمالية للروب. طريقة الياخة كلش سهلة بنات. بعدها راح أعوف مسافة صغيرة من الكفة، أنا ضربتها أوفر طبعا. أبدي أكفها هنا. تشوفون حبايبي من خيطته ما انسحب عندي، لأن أني مخلية السحبة على الجوانب مو مخليتها بالطول. هذا شي ضروري جدا للروب. اللي حابة تخيط هذا بس مو قماش مطاط عادي، تقدر تجيب 2.5 متر وتخيطه مثل فصال ايد ورجل راح يجي اذا كانت هي ناعمة يعني. بس اذا ما تريده يعني ما تريده تخيطه اذا يعني اذا بيه فروة لا، لازم تجيب قماش اكثر. هذا الشيء. وشي ثاني، القماش بنات يعتمد على قياس الزبونة، يعني اكو يكفنها 2.5 متر، اكو 3، اكو 3.5، حتى اكو 4 حسب قياس الزبونة. هسه ورا ما طبقنا جهة الامام وهي جهة الصدر، نأشر الوسط مال حفرة الركبة العادية اللي ناخذها للدشداشة. وبعدها نخلي الياخة، الكفة مال الياخة الأساسية اللي لازم تكون مرتبة نخليها تكون ببطن القماش، يعني مو بالوجه مال القماش، تكون ببطن القماش. تشوفون حبايبي أنا هسه خليت وجه على وجه، وراح من أقلب الياخة راح يصير القلبة مال الياخة داخل الروب. بس هي هاي كلش مهمة لأن هي تكون بالوجه. خيطها بهذا الشكل. شوفوا حبايب قلبي هنا نخيطها لحد ما نوصل للطرف اللي عفناه، نبدي نقرضها داير ما داير حتى تنزل براحتها، ما يبوط القلبة مال الياخة. هنا نبدي نخيط. شوفوا حبايبي نتأكد من القياس ونبدي نخيط. همي أنا بديت من الوسط حتى أقدر أسيطر على القماش. دا تشوفونه حبايب قلبي هم قديفة وهم ناعم. بس الروب طلع فد شي ما شاء الله بالعافية على صديقتنا ومتابعتنا من زيونة. هنا شوفوا حبايبي الكفة وين صارت بداخل القماش، يعني بالقفة، بس من تلبس هاي جدا مهمة لأن هي هاي راح تكون ظاهرة. هنا نخيط نكوف ونخيط لحد ما نوصل هذا الطرف اللي هو مال الروب. نقدر بنات
نخيطه بطريقتين. الطريقة الأولى نخليه دفن ويا هاي المسطرة، والطريقة الثانية نخيطه نخليه يعني شلون تقولون الطرف مالته طالع، يعني هذا القصة مالته المربعة طالعة، ونقدر نغلف فوقه التغليف، يعني حسب اللي انتم رايديه. هنا شوفوا بنات راح أخيطه. هنا شوفوا قلبت القلبة مال المسطرة على طرف الياخة وخيطتها. نخيط الجهة الثانية حبايبي. هسه تقولون ليش ما بديتي من البداية يلا خيطتي؟ لا، أنا أفضل بهاي الطريقة، حتى إذا بيها زيادة إذا هاي تقدرين تخيطيها أو تموتيها، احنا نقول بالياخة من الظهر ما راح تأثر ولا راح تبين، بالعكس راح تعطي قوة للياخة. نخيطها بهذا الشكل. شوفوا حبايبي هاي الياخة بنات اللي حابة تسويها على على نفنوف أبو اللفة هم تصير، إذا حابات تسوينها على نفنوف أبو اللفة همينة تصير نفس القصة بالضبط، بس تعطون زيادة لجهة البدن الأمامي حتى تقدرون تخلون ياخة فوق ياخة. هنا شوفوا حبايبي هي ما طلع بيها أي زيادة، بس إذا طلع عندكم زيادة تقدرون تضيعونها بالظهر. هنا شوفوا هسه نقيس الجيب. نهاية الجيب من الكتف لحد نقول 60 سنتيم 3 شبارة، ونخيط الجيب. هي رادة جيبين. هاي شوفوا شلون بابنا صار الإطار مال الياخة كلش كلش حلوة صارت، وهسه تشوفوها بالتصوير. طبعا أنا يمكن هذا عدته يمكن 20 مرة من ورا ذولا اللي يفترون أهل الغاز والمي والعتيق يعني كل ساعة أطفي التسجيل وارجع أعيده. طبعا خياطة الردان ماكو داعي أشوفكم إياها. والحزام هنا بنات تشوفون الياخة. هنا الإضاءة مخليته صاير كركمي، صاير لونين، واحد كركمي واحد بيجي. هنا شوفوا حبايبي هاي الردن هم خليت لها من هذه هم شريط التغليف بنفس الطريقة، وخليت لها مسطرة أو بزمة مثل ما نقول. وهذا الجيب شوفوا هذا الجيب قياسات الجيب حبايب قلبي النزال 16 17 والعرض مالته تقريبا 15 إلى 16 سنتيم. وهاي الياخة وخلينا حزام، وهذا الشكل مالته. طبعا أنا خيطت 2 روابع، والثاني خليته الشريط مال التغليف خليت له لون بيجي، لأن ذاك شوية أفتح من هذا. هنا شوفوا حبايبي هذا شوفوا هاي الياخة، وهذا الطرف مال الياخة شوفوا شلون مرتبة وحلوة. إن شاء الله حبايب قلبي عجبكم هذا الموديل ونال رضاكم، وإن شاء الله كانت طريقة الشرح سهلة وبسيطة. وهذا الضوء الأحمر هو خرب لي التصوير. هنا شوفوا، ولهنا حبايب قلبي أقولكم مع السلامة.